النهاردة هنشرح مع بعض إيه هي الدائرة المغلقة وفوائدها وماذا يمكن أن يستفيد منه العالم من خلال هذا النظام. الدائرة المغلقة هي نظام بديل لعملية الاحتراق الناشئة داخل المحركات في غرفة الاحتراق، بأننا نستعمل مركب كيميائي معين. هذا المركب ذو طباع انقباضية وانبساطية قوية عند تعرضه لموجات كهرومغناطيسية. هذا يؤدي إلى حدوث نفس النتائج التي تنتج عن عملية الاحتراق بعملية الدفع للبساتين، فينتج لدينا طاقة حركية. تلك الطاقة هي موازية أو تفوق الطاقة الموجودة حاليا. نستطيع من خلال هذا النظام أن ننتج طاقة كهربائية وحركية أضعاف المتاحة حاليا في العالم، وهذه هي الميزة في هذا الاختراع أو في هذا النظام، أنه لا يقتصر على عملية إنتاج طاقة فقط، وإنما الأهم من ذلك هو كمية الطاقة التي نستطيع أن ننتجها من خلال هذا. وهذا ما يميز الاختراع بكل صراحة، أن قدرته على إنتاج الطاقة هي قدرة غير مسبوقة في تاريخ البشرية. العالم كله اليوم يعتمد على عملية إنتاج الطاقة من المواد البترولية، ولكن ما هي الأشياء السيئة في هذا الأمر؟ هنالك الكثير من الأمور السيئة، على رأسها أولا أنه ينتج من استعمال تلك المواد البترولية إنتاج أول أكسيد الكربون. أول أكسيد الكربون هو مادة سامة بطبعه ونشطة بطبعه، فهو لا يستطيع أن يستمر أول أكسيد الكربون، فهو يبحث في كل مكان عن ذرة أكسجين لكي يحول نفسه إلى ثاني أكسيد الكربون لكي يهدأ ويطمئن، فيبحث عن تلك الذرة فلا يجدها إلا في المكون الأساسي لطبقة الوقية الحامية بالنسبة للأرض، ألا وهي طبقة الأوزون، التي تتكون من نسبة كبيرة جدا منها من أول الأكسجين، فيقوم بالتفاعل معه، مما أدى إلى تآكل في تلك الطبقة الذي نعرفه بالصورة الدارجة بخرم الأوزون. خرم الأوزون ده عمل لنا مشكلة كبيرة جدا، إنه عمل عملية خلل فعلية في النظام الكوني الذي خلق الله عليه الأرض. الخلل ده أدى إلى احتباس حراري، أمراض جديدة، كثير من الكوارث التي تصيب العالم اليوم. يمكن البعض مش هيعرف يعني ايه الاحتباس الحراري، ايه اضرار الاحتباس الحراري ده كله. الاحتباس الحراري ده هو الكارثة الكبيرة بالنسبة للأرض، لأن كل درجة حرارة ترتفع على سطح الأرض تؤدي إلى هلاك 10% من المحاصيل التي تنتج على سطح الأرض. يعني احنا بنزرع مثلا الأرض بتجيب لنا 100 طن قمح. كل ما درجة الحرارة على وجه الأرض ترتفع درجة واحدة بسبب هذا الاحتباس الحراري، كل درجة بتؤدي إلى خسارة 10% من المحصول. يعني 100 طن اللي احنا كنا هنجيبهم هنجيب 90، لو ترفع درجة تانية هنجيب 80، لو ترفع درجة تانية هنجيب 70، وهكذا. وهي دي الكارثة الكبيرة اللي بتهدد الأرض حاليا، في إن الغذاء من الممكن، وده اللي أعلنته منظمة الأغذية العالمية، أنه في عام 2050 ربما لن يجد نصف العالم قوته. نصف العالم لن يجد قوته في سنة 2050 بسبب الاحتباس الحراري وبسبب التناقص في الإنتاج. طيب احنا بقى لو قدرنا ان احنا نستعمل هذا النظام الحديث اللي هو النظام الجديد اللي هو نظام الدائرة المغلقة او الاختراع بتاع الدائرة المغلقة، واستبداله باستعمال المواد البترولية، هينتج الآتي. أولا تعود الأرض إلى نقائها وصفائها من 100 سنة فاتوا، ترجع الأرض تاني لطبيعتها ونقائها وجمالها، والجو يرجع يتحسن تاني، وينقطع الاحتباس الحراري، لأن فيه
تلت الاحتباس الحراري تقريبا هو نتيجة مباشرة لاستعمال المواد البترولية، والباقي برضو لا تخلو استعمال المواد البترولية منه عن طريق قلنا إنتاج أول أكسيد الكربون الذي يتفاعل مع أول الأكسجين المكون الأساسي لطبقة الأوزون، فبالتالي بيعمل عملية تآكل فيها، فبيسمح بالأشعة الضارة إنها تنفذ الأرض، بتسبب برضو الاحتباس الحراري والأمراض الجديدة وكثير من الكوارث التي تحدث على الأرض. احنا النهاردة هنقول مثلا ايه اللي ممكن ان احنا نستفاده ماديا من خلال هذا. الميزة في هذا الاختراع ايضا انه مش مجرد اختراع اسمي، وانما اختراع كمي وكيفي. كمي وكيفي كيف؟ عن طريق هذا الاختراع نستطيع ان ننتج طاقة كهربائية وحركية اضعاف المتاحة حاليا في العالم بتكلفة صفر، بدون اي تكلفة تذكر على المستهلك. أنا النهاردة لما يتم تصنيع هذا المحرك مثلا أو هذا المولد بالنظام الذي يعمل بنظام الدائرة المغلقة اللي تحدثنا عنه من قبل، هو استعمال مركب كيميائي معين ذو طباع انقباضية وانبساطية عند تعرضه لموجات كهرومغناطيسية يؤدي إلى عملية الدفع للبساتم اللي موجودة دي، فيؤدي إلى نفس الطاقة الحركية. ده باستعمال أو باستغلال بدء الحركة اللي بيحدث دايما في المحركات عن طريق المارش أو عن طريق اليدوي. ممكن يبقى مثلا زي ماكينة المياه بتعمل عن طريق اليدوي، تاخد بداية حركتها عن طريق اليد اليدوية، فبالتالي برضه هي نفس الحكاية بالنسبة له، هو بياخد بداية الحركة دي وبيطورها وبيعمل لها عملية استمرار عن طريق هذا المركب اللي موجود داخل الموتور. وهذا المركب للعلم هو لا يتم التزويد به، وإنما يوضع في الموتور أثناء عملية التصنيع، فلا يتعرف عليه إلا المصنع. أما صاحب الآلة أو صاحب المولد أو المحرك أو ما شابه من هذا فإنه لن يتعرف على هذا الشيء، لأنه لن يستعمله أساسا ولن يعرف عنه شيء. فبالتالي احنا بنستغنى بكده عن عملية التزويد بالوقود. بنستغنى برضه في جزء تاني ومهم جدا، هو عملية تغيير الزيوت. تغيير الزيوت كان بينتج بسبب احتراق الزيوت بسبب الحرارة المرتفعة التي تحدث في عملية الاحتراق في بيت الاحتراق أو بيت سميها رأس الماكينة. فكان بينتج بذلك بسبب هذه الحرارة المرتفعة عملية احتراق للزيوت وتفتيت للزيوت، فبالتالي كنا بنغير الزيوت كل فترة مثلا 2000 3000 5000 كيلو أيا ما كان نوع الزيت اللي موجود عندي. لكن بالنظام الجديد احنا مش هيحصل ان احنا هيحصل عندنا تفتيت او احتراق للزيوت، فبالتالي هنقدر ان احنا نستغني عن عملية تغيير الزيوت بالتبعية كمان في النظام الحديث. فبالتالي بنقدر ان احنا ننتج طاقة نظيفة بنسبة 100%، فلا يوجد هنالك اي نوع من انبعاثات العوادم. فبالتالي لا في شكمان في السيارة الجديدة مثلا، ولا في تانك بنزين في السيارة الجديدة أو أي مكان المركبة اللي احنا بنستعمل لها هذا النظام الحديث.